تخيل انك في يوم من الايام فقدت حد عزيز عليك، وكان يوم صعب ومليان حزن من ساعة ما سمعت خبر فقدانك للشخص ده لحد لحظة وقوفك قدام القبر بتاعه دلوقتي. واقف حزين بتفتكر الايام والذكريات الحلوة اللي كانت مع الشخص ده، وكل اللي في دماغك دلوقتي ان مفيش اي حاجة حزينة ومؤلمة اكتر من الموقف اللي انت فيه دلوقتي ده. بس فجأة لمحت حد واقف من بعيد بيبصلك، ولما ركزت بعينك كويس في الشخص ده لقيت انها عبارة عن بنت صغيرة لابسة قناع غريب على شكل حيوان وماسكة دمية صغيرة في ايديها. في اللحظة دي هتحس انك اتجمدت مكانك من المنظر الغريب بتاع البنت دي، وانها ظاهرة لك في وقت ومكان زي ده وواقفة بتراقبك انت بالتحديد. بس بمجرد ما رمشت عينك لقيتها اختفت فجأة وكأنها ما كانتش موجودة من الاساس. فهتبدأ تطمن شوية وتقول في دماغك ان دي ممكن تكون مجرد تخيلات في دماغك بسبب الحزن اللي انت فيه في الوقت ده، بس اللي انت متعرفوش ان دي كانت بداية لعنة هتلاحقك دلوقتي ومش هتسيبك غير لما تقضي عليك تماما، وبأبشع وأبطأ الطرق اللي هتخليك تبص على حياتك وهي بتختفي تدريجيا. هتاخد بعضك وتروح بيتك بعد الأحداث الحزينة اللي حصلت في اليوم ده، وهتعمل لك حاجة بسيطة تاكلها بعد اليوم الصعب ده. بس طول ما انت قاعد بتاكل بيجي في دماغك كل شوية منظر البنت الصغيرة الغريبة اللي ظهرت لك فجأة في المقابر دي. انت من جواك حاسس انها كانت حقيقية وما كانش مجرد اوهام او تخيلات من دماغك، فهتحاول تنفض التفكير ده من دماغك وهتقوم تغسل الطبق بتاعك. ممكن تتلهي شوية عن انك تفكر في البنت الصغيرة الغريبة دي، بس وانت واقف بتغسل كده فجأة لمحت من الشباك اللي قدامك ان في حد واقف ورا الشجرة وبيراقبك. المرة دي اللي واقف ده عبارة عن ولد صغير لابس برضه قناع غريب على شكل حيوان، وبرضه ماسك دمية صغيرة في ايديه شبه اللي كانت مع البنت اللي في المقابر دي. المرة دي الموضوع بقى اغرب من الاول. في البداية انت كنت بتقول ان دي مجرد اوهام وتخيلات من دماغك، بس دلوقتي الموضوع بقى غريب ومقلق. ليه في الوقت ده في ولد صغير واقف في نص الغابة بلبس خفيف وفي جو برد زي ده؟ والاغرب من ده كله ليه لابس قناع غريب على شكل حيوان وواقف بيراقبك؟ هتقول في نفسك ممكن اخرج اشوف ماله، ممكن محتاج مساعدة ولا حاجة. بس بمجرد ما انت رمشت عينك الولد اختفى وكأنه ما كانش موجود من الاساس. القلق والرعب بدأوا يزيدوا عندك. في حاجة غلط بتحصل. مين البنت والولد اللي لابسين أقنعة حيوانات وواقفين بيراقبوك دول؟ هتحاول تبرر لنفسك ان دي برضو مجرد اوهام وتخيلات مش اكتر، بس انت من جواك عارف ان اللي انت شفته ده مش وهم. فهتاخد لك برشامة للصداع ولا حاجة، ممكن دماغك تهدى شوية وتبطل الاوهام الغريبة دي، وهتاخد بعضك وهتروح للأوضة بتاعتك عشان تنام. وطول ما انت ماشي في طريقك للأوضة عينك بتتوهم انها شايفة ظلال سودا للأطفال واقفين قدامك، بس انت بكل جرأة طنشت اللي انت شايفه ده ووصلت بالسلامة للأوضة بتاعتك وقفلت النور واتغطيت ونمت. وبمجرد ما عينك راحت في النوم لقيت نفسك في كابوس غريب. انت غرقان في محيط عملاق ومظلم، وفي ظلال سودا غريبة بتحاول تحوطك من كل ناحية. في اللحظة دي الوعي بتاعك بدأ يفوق شوية، وبدأت تحس ان انت متراقب في الحقيقة عشان تفتح عينك من النوم وتتصدم من المنظر المرعب اللي انت شايفه قدامك ده. 7 أطفال لابسين أقنعة حيوانات واقفين حواليك وماسكين ايدين بعض في منظر غريب ومرعب، من ضمنهم الولد والبنت اللي انت شفتهم من شويه دول. جسمك اتجمد من الرعب وبدات تقول في نفسك ده معناه ان هم كانوا موجودين فعلا وما كانوش مجرد وهم زي ما انا كنت فاكر. بس للاسف الاطفال دول قطعوا تفكيرك لما لقيتهم بيلفوا حواليك وهم ماسكين ايد بعض بيقولوا كلام او همهمه غريبه مش مفهومه، وكانهم بيقولوا طلاسم معينه عشان يحضروا شيطان مرعب. وقبل ما تحاول تعمل اي رد فعل الموقف اللي انت فيه ده بدات تحس بتقل في عينك وكانك بتدوخ، وعينك بدات تقفل وتروح في النوم في وسط المشهد المرعب ده. صحيت من النوم تاني يوم على ضوء الشمس وانت مش حاسس باي شعور غريب بالنسبه للي حصل معاك امبارح ده، على الرغم من اللي حصل في ليله امبارح معاك ده، الا ان انت حاسس ان هو كان مجرد كابوس مرعب وراح لحاله. بس في حاجه غريبه انت حاسس بيها دلوقتي، اطرافك ساقعه جدا وكانك كنت نايم بره في الهواء طول الليل، مع ان درجه حراره الاوضه كانت معتدله وكويسه. بس كالعاده طنشت الشعور ده وخرجت تعمل لك حاجه تاكلها عشان تفطر، عشان تواجهك حاجه اغرب من اللي فاتت. انت مش حاسس بطعم الاكل اللي انت بتاكله حرفيا، وكانك قاعد بتمضغ في حاجه دماغك مش عارفه تحدد هو ايه ده بالظبط. حاولت تشم الاكل عشان تلاقي نفسك برضه مش قادر تميز الريحه بتاعته. اول حاجه جت في بالك ساعتها انك ممكن يكون جالك برد ولا حاجه ومؤثر على حاسه الشم والتذوق عندك، ويعني ممكن حاجه عاديه، بس برضه انت من جواك مش مطمن اللي بيحصل معاك ده. كذا يوم عدى بعد اللي حصل ده، وكل يوم ورا التاني والاحداث بتزيد غرابه عن الاول، بحيث انك بقيت تحس دايما ان في حد حواليك بيراقبك، مش حد واحد بس، انما انت حاسس ان في اكتر من شخص موجودين في البيت معاك. ومش كده وبس، ده كل شويه يجي في دماغك واحلامك اطفال لابسين اقنعه حيوانات غريبه، حتى وانت صاحي دايما بتشوف الظل بتاعهم في كل مكان في بيتك، وساعات بتشوف حد فيهم واقف بيراقبك من قريب، بس كالعاده كل ما ترمش عينك تلاقيهم بيختفوا في ساعتها. الحواس الباقيه بتاعتك بدات تتاثر مع مرور الايام برضه، حاسه السمع والبصر عندك بقوا يضعفوا واحده واحده، وكانهم بيتسحبوا منك ببطء شديد لحد ما بقيت حاسس انهم هينعدموا تماما. وبمناسبه الاحساس فانت بقيت مش حاسس باي حاجه تلمسها، لدرجه ان انت في مره خبطت صبعك بالغلط وانت ماشي وضفرك اتكسر تماما وانت مش حاسس باي حاجه خالص. وبعد كذا يوم بدات تلاحظ ان لون جلدك فيه حاجه غريبه، حرفيا وكأن جلدك لونه بقى باهت ومبقاش ليه اي لون خالص. ده غير كمان انك لاحظت ان لون عينك اتغير للون بني غريب. والايام بدات تعدي يوم
ورا التاني، سمعك بقى شبه معدوم، احساسك بطعم او ريحه الاكل بقى مش موجود تماما، ونظرك بقى ضعيف ودايما حاسس ان رؤيتك فيها تشويش، وكل ما تدعك عينك التشويش مش بيروح خالص. لحد ما جيت في يوم من الايام وانت بتحاول محاوله معدومه الامل في انك تعمل اكل تاكله، ممكن تحس بطعمه ولو حتى بنسبه ضئيله خالص، بس وانت بتقطع بالسكينه عينك زغللت والسكينه جرحت ايدك. ممكن جه في بالك بسرعه ساعتها ان في دم هينزل من ايدك والدنيا تتبهدل، بس الغريب ان مفيش نقطه دم واحده نزلت خالص مكان القطع ده غير انك ما حسيتش باي الم تماما. بدات تستغرب من اللي انت شايفه ده، حاولت تشد جلدك وتقطعه عشان تتفاجئ ان مفيش لحم ولا دم تحت جلدك، انما كل اللي موجود مجرد قطن. انت ما بقتش عارف هو انت بتحلم ولا دي هلاوس ولا ايه بالظبط. حرفيا انت حاسس انك بمرور الايام بتتحول لحاجه تانية خالص انت مش عارفها. لحد ما جه اليوم اللي مددت فيه جسمك على السرير وانت عندك صفر امل في الحياه انها ترجع تاني، عشان تلاقي نفسك فجاه بدات تدوخ وعينك بدات تتقل بشكل ملحوظ وكانك متخدر، وحجمك بدا يصغر واحده واحده، وبدات تشوف الاطفال المرعبين دول بالاقنعه الغريبه بتاعتهم دي وهم واقفين حواليك بيتفرجوا عليك وانت مش قادر تعمل اي حاجه خالص، لحد ما في النهايه اتحولت لدميه صغيره، وواحد من الاطفال دول جه قرب منك وشالك ومشي. اهلا بيك ايها المشاهد الجميل في الجزء الرابع من فئه الاس بمنظمه الاس سي بي المرعبه، وللمره دي النوع بتاع الجزء ده هيكون من نوعيه الانيميشن، بالتحديد من قناه دكتور بوب، والمصدر هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. انا النهارده جاي اعرفك على ظاهره غريبه ومرعبه متصنفه تبع قسم كلنا عارفينه كويس، وهو القسم يوكليد، وده القسم اللي بيضم اي مخلوق او كائن بيشكل خطر محدود على البشر، واجراءات الاحتواء والدراسه عليه بتكون صعبه الى حد ما بسبب الخطوره اللي ممكن يشكلها، وهو الاس سي بي 747 واللي بيتسمى Children and Dolls، واللي معناها اطفال ودمى. وده عباره عن ظاهره غريبه ومرعبه، ظاهره مرتبطه بظهور اطفال صغيرين لابسين اقنعه غريبه على شكل حيوانات زي الفار او الخنزير او القطه او الزرافه وغيرهم من الاقنعه بنفس الشكل ده، ولو ركزنا عليهم كويس هنلاقي ان كل طفل من الاطفال دول ماسك دايما دميه صغيره في ايديه، وخليك فاكر الدميه دي كويس جدا لان الموضوع ده كله بيدور حواليها. المنظمه اكتشفت ان الاطفال دول بيمتلكوا قدرات غريبه ومرعبه، زي انهم ممكن يخترقوا اي حيطه سمكها مش اكثر من 10 سم، وكمان زي ما شفنا في القصه اللي حكيتها لكم من شويه دي ان هم ليهم القدره ان هم يختفوا ويظهروا قدامك بطريقه مش معروفه، ده غير ان هم مش بيتكلموا مع اي حد خالص، وده مصعب الموضوع اكتر على المنظمه، بحيث ان هم مش عارفين يسالوهم على اي حاجه خالص عن اصلهم ولا ازاي اتحولوا بالمنظر ده واكتسبوا القدرات الغريبه دي، ومش معروف لحد النهارده ايه سبب الظاهره المرعبه دي ولا حتى ايه مصدرها وازاي خلت الاطفال دول يتحولوا للشكل ده او حتى يكتسبوا القدرات المرعبه دي. وعشان كده المنظمه كلفت اشخاص معينين بمهمه معينه، وهي ان هم يدوروا على اشكال الاطفال اللي تحت الاقنعه دول في العالم، ويشوفوا هل ليه موجود فعلا في الحياه الحقيقيه او انهم مثلا مستنسخين من اطفال حقيقيين ولا انهم مجرد كيانات موجوده ملهاش علاقه بالبشر. ولحسن الحظ المنظمه قدرت توصل لاجابه السؤال اللي ما كانوش عارفين يجاوبوا عليه ده، وصلوا لاجابه مرعبه، وهي ان اشكال الاطفال اللي تحت الاقنعه دي متطابقه مع اطفال كانوا موجودين او بالتحديد كانوا احياء، بحيث ان اعضاء المنظمه قدروا يوصلوا لاهالي الاطفال دول وعرفوا منهم ان اطفالهم دول ميتين حاليا، وده معناه ان كل طفل من اللي قدامك دول يعتبر ميت حاليا، واللي قدامك ده دلوقتي يا اما الجثه بتاعته يا اما عباره عن كائن مستنسخ من الجثه بتاعته، وايا كان الاصح فيهم فالحالتين دول يعتبروا مشتركين في حاجه واحده، وهي ان السبب في وجود المخلوقات المرعبه دي هو الاس سي بي 747 اللي مش معروف هو ايه لحد النهارده ولا ايه مصدره بالظبط. ومن ضمن الحاجات الغريبه اللي اعضاء المنظمه اكتشفوها لما كانوا بيستجوبوا اهالي الاطفال دول، وهي ان كل طفل من دول كان ليه دميه معاه بيحبها جدا لما كان عايش، والدميه دي اندفنت معاهم في القبر بتاعهم، وعشان كده بنلاحظ ان كل طفل من الاطفال دول ماسك دميه معاه في ايديه، بس للاسف الدميه دي مش هي نفسها اللي كان مدفون معاها. امال الدميه اللي معاهم دول جابوها منين بالظبط؟ عشان اقدر اجاوبك على السؤال ده هنضطر ننتقل للجزئيه المهمه اللي بعد كده، وهي ازاي الاطفال دول بيقدروا يضروا البشر. بص يا سيدي، الموضوع كله بيبتدي لما واحد من الاطفال دول يبدا يختار الضحيه بتاعته، واللي هو بيبقى شخص بشري عادي جدا، المهم ان الطفل ده بيختاره كهدف اساسي ليه، وعلى اساس كده بيظهر اهتمامه بالشخص ده عن طريق ان هو يبدا يقف في اماكن قريبه منه ويفضل واقف بيراقبه في كل تحركاته، ولما عينك تيجي عليه بيختفي في ساعتها، ومش معروف لحد النهارده على اساس ايه بالظبط الطفل بيختار الضحيه بتاعته. ممكن الموضوع بيكون اختيار عشوائي او ممكن بيبقى فيه مواصفات معينه الطفل بيلاقيها في الضحيه بتاعته، وبعد كده هتبدا تخش في مرحله هلوسات غريبه ومرعبه، بحيث انك كل شويه تبدا تشوف الاطفال دول حواليك في كل حته او تشوف الظل بتاعهم بيتحرك قدامك. في البدايه ممكن تفكر ان دي مجرد تهيؤات بسبب انك تعبان شويه ومحتاج ترتاح، بس اللي انت متعرفوش ان الاطفال المرعبين دول مستنيين اللحظه المناسبه اللي يقدروا ينفذوا فيها الطقوس بتاعتهم عليك،
ومجرد ما تخش تنام انت كده تعتبر سلمت نفسك للاطفال دول، بحيث ان هم لما يلاقوا ان اللحظه المناسبه جت هيبداوا يتجمعوا كلهم حواليك ويشبكوا ايديهم في ايد بعض، واللي يحصل بعد كده كالتالي: هيبداوا يقولوا كلام او همهمه غريبه مش مفهومه وكانهم بيقولوا طلاسم معينه حافظينها، وهيبداوا بعد كده يلفوا حواليك لمده 7 ثواني بالظبط. ساعتها هتستوعب اللي بيحصل حواليك ده، وفعلا تفتح عينك وجسمك هيتجمد من المنظر اللي انت شايفه قدامك ده. بس لسوء الحظ الطقوس اللي هم بيعملوها دي هتخليك دايخ وهتنام تاني في ساعتها، وبعد ما ال7 ثواني دول يعدوا هيبداوا يختفوا واحد ورا التاني، ومن اللحظه دي انت رسميا تعتبر دلوقتي ضحيه لعنه المخلوقات المرعبه دي، لعنه هتستمر معاك لمده 21 يوم بحالهم، هتعيش فيهم اصعب وارعب ايام حياتك. المنظمه قسمت الاحداث اللي هتحصل معاك في ال21 يوم دول ل3 مراحل، تعالوا ما نعرفهم مع بعض كده. المرحلة الأولى: فقدان الحواس البسيطة. بعد حوالي ربع ساعة من ساعة ما المخلوقات الصغيرة دي عملوا الطقوس بتاعتهم عليك، هتصحى من النوم عشان تلاقي إن أطرافك ساقعة ومتخدرة وكأنك كنت نايم طول اليوم بره في البرد، وهتبدأ من بعدها إنك تلاحظ حاجة غريبة، هتلاقي إنك مش حاسس بطعم الأكل ولا حتى عارف تميز الروائح اللي بتشمها. بديهيا لو أي حد واجه الأعراض دي بيروح يكشف عند أي دكتور عشان يشخصه بإنه مريض بالبرد عادي جدا، وإن ده شيء سهل علاجه، بس اللي أنت هتلاحظه إنك هتفضل تعاني من الأعراض دي بجانب ضعف حاسة السمع عندك برضه لمدة 7 أيام بحالهم. حرفيا هتلاحظ فيهم ان الحواس ال3 دول بيضعفوا تدريجيا بشكل كبير وملحوظ، والحياه من حواليك بدات تبقى باهته بسبب عدم شعورك بالطعم او الريحه او حتى سماعك للبيئه اللي انت عايش فيها، وهتفضل تعاني من الاعراض دي لحد ما الحواس دي تختفي تماما. ومش كده وبس، ده انت كمان هتلاحظ ان لون جلدك بدا يبهت وبيتحول للون باهت غريب، لو ركزت في عينك هتلاحظ ان شكلها اتغير وكانها اتبدلت بعين تانية غريبه مش بتاعتك. وطول ال7 ايام دول غالبا انت مش هتشوف الاطفال المقنعين دول حواليك خالص. المرحلة الثانية: فقدان الحواس الكبرى. بعد ما فقدت حاسة السمع والشم والتذوق، هيجي الدور على أهم حاستين بتمتلكهم، حاسة البصر واللمس. هتبدأ تلاحظ ان نظرك بيضعف تدريجيا بشكل كبير وملحوظ، ودايما الرؤية عندك حاسس انها مشوشة وضعيفة. وبالنسبة لحاسة اللمس فهتلاحظ انك بدأت تتخبط او تتعور من غير ما تحس بأي ألم تماما. ساعتها هتخش في حالة قلق وتوتر، انت مش فاهم ايه اللي بيحصل. الحواس ال5 اللي بتمتلكهم اللي مخلين الحياة ليها لون حاليا بيتسحبوا منك تدريجيا لحد ما يبقوا معدومين تماما. فهتبدأ تخش في مرحلة انك تحاول تجرب تعور نفسك بطريقة عنيفة عشان تشوف هل هتحس بأي ألم ولا لأ. والغريب والمرعب انك بمرور الايام هتلاحظ ان مفيش اي دم بيخرج مكان الجرح اللي انت بتعمله، انما هتلاقي ان مكانه عباره عن قطن. حرفيا انت في الوقت ده لو سلخت جلدك من مكانه هتلاقي ان تحت جلدك كله محشي بالقطن، غير ملمس جلدك اللي بدا يبقى ملمس خشن وكانه بيتحول لقماش. وفي الفتره المرعبه دي هتبدا تحس انك بتشوف الاطفال دول حواليك في كل حته، وكل ما تحاول تركز عليهم هتلاقيهم بيختفوا في ساعتها، ده غير انك حاسس انك متراقب دايما طول الوقت. وهتفضل عايش الاحداث الغريبه والمرعبه دي لمده 13 يوم كاملين، بحيث لو بصينا عليك في اليوم ال13 هنلاقي ان الاكتئاب احتل جسمك كله ومبقاش عندك اي امل ولا هدف من الحياه. جلدك كله اتجرد من لونه وتحول لقماش، غير ان اعضاء جسمك كلها بقت محشيه بالقطن. وبالنسبه لعينيك فعينيك اتحولت لشكل غريب، اتحولت لشكل زراير. المرحله الثالثه والاخيره: التحول الكامل. بعد حوالي 24 ساعة من وصولك لحالة الاكتئاب والاستسلام للأعراض المرعبة اللي بتحصل لك دي، هيبدأ جسمك يتقلص ويصغر واحدة واحدة لحد ما حرفيا هتتحول لدمية صغيرة محشية بالقطن. ساعتها هتلاقي الطفل اللي كان باصص لك من 21 يوم ده بيقرب منك وبيشيلك عشان تبقى الدمية الخاصة بتاعته. من اللي حصل ده يخلينا نستنتج حاجة غريبة ومرعبة، وهي إن كل الدمى اللي في إيد الأطفال دول عبارة عن بشر حقيقيين تم تحويلهم على مدار 21 يوم للدمى الصغيرة دي. ده غير كمان إن المنظمة اكتشفت إن لو أي طفل من دول ضيع الدمية بتاعته أو رماها بيبدأ تاني يدور على شخص بشري مناسب عشان يستهدفه ويبقى الضحية بتاعته. وحرفيا عايز أقولك مفيش أي علاج أو مهرب من المراحل ال3 دي اللي بتبدأ بالطقوس المرعبة وتنتهي بتحويلك لدمية بشرية محشية بالقطن. بس استنى، في طريقة واحدة بس تقدر تهرب بيها من اللعنة دي. لو بصينا على المكتوب هنا كده هنفهم من كلامه انك تقدر تقطع العملية بتاعتهم دي اللي هي الطقوس اللي هما بيعملوها عليك، وده عن طريق انك تحاول بكل قوتك انك تقاوم شعور التخدير في اللحظة دي وتقوم من مكانك وتجري وتكسر الدايرة اللي هم عاملينها حواليك دي، وساعتها هتلاقيهم ان هم اختفوا وسابوك ومشيوا، وبالتالي انت قدرت تكسر اللعنة دي قبل ما تحصل، وبكده انت تعتبر قدرت تنجو بحياتك من انك تتحول لدمية بشرية. ولحد النهاردة المنظمة قدرت تحتوي 7 من الأطفال المرعبين دول وسموهم بالSCP-7471، وده عبارة عن ولد صغير عنده تقريبا 7 سنين ولابس على وشه قناع حمار وحشي. والSCP-7472 وده عبارة عن ولد صغير عنده تقريبا 12 سنة ولابس على وشه قناع على شكل فار. والSCP-7473 ودي بنت صغيرة عندها تقريبا 10 سنين ولابسة على وشها قناع على شكل خنزير. والSCP-7474 وده يعتبر أكبرهم، وهو عبارة عن ولد عنده تقريبا 14 سنة ولابس جاكيت وقناع على شكل أرنب.
والاس سي بي 7475 ودي بنت عندها حوالي 12 سنه ولابسه قناع على شكل زرافه، والاس سي بي 7476 ودي تعتبر اصغرهم، وهي عباره عن بنت صغيره عندها حوالي 5 سنين بس ولابسه قناع على شكل خروف، والاس سي بي 7477 والاخير وده ولد صغير عنده حوالي 9 سنين ولابس قناع على شكل قطه. السبع اطفال دول تم احتوائهم في حاويه خرسانيه سمك الحيطان بتاعتها اكتر من 10 سم عشان ما يقدروش يخترقوا الحيطه دي، وتم تبديل الدمى البشريه اللي معاهم دي بدمى تانية مصنوعه بطريقه طبيعيه جدا عشان المنظمه تعمل دراسات على الدمى للمخلوقات الصغيره دول قدروا يصنعوهم من البشر، ولو حصل واحد من المخلوقات دي ظهر منه اي اهتمام لاي حد من اعضاء المنظمه بيتم عزله على طول عشان يتجنب اللعنه اللي ممكن تحصل له في الوقت ده. ده كان الاس سي بي اللي حبيت اعرفكم عليه النهارده في الجزء ده من فئه الاس من سلسله منظمه الاس سي بي المرعبه. لو كان عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وتشيره لاصحابك المهتمين بالقصص والمواضيع الغريبه والمرعبه دي، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، وما تنساش بقى تصلي على النبي قبل ما انهي الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.